اخي الواحد مش عارف يقول لك ايه يا ابليس، والله شكرا ان انت وضحت لي الصوره. وقالوا لا تذرن آلهتكم ولا تذرن ودا ولا سواعا ولا يغوث ويعوق ونسرا. وسوس الشيطان للجيل ده فألقى في أذهانهم فكرة ما تبان مقنعة جدا جدا جدا. قال لهم انتوا عارفين مين الناس دول؟ قالوا له عارفين ان دول ناس أجدادنا قالوا لنا عليهم ان دول كانوا قوم صالحين. فقال لهم طب هم عملوا ليهم الأنصاب دي ليه؟ فقالوا هم قالوا لنا ان هم عملوا الأنصاب أو المجسمات دي عشان يفتكروهم بيهم. قال لهم لا، انتوا فاكرين ايه؟ ده كانوا آبائكم وأجدادكم بيتقربوا لله عز وجل بهذه الأنصاب. كان الواحد فيهم يروح عند النصب ده ويدعي ربنا ويتقرب لله بهذا النصب. انت مفكر نفسك انت هتخش على ربنا كده من غير واسطة، من غير ما تحدد ميعاد؟ انت ما تعرفش ربك الكبير الخالق المتعال عايز تتقرب اليه كده مباشرة منك ليه. فالناس لما سمعت الكلام ده من الشيطان، الكلام يبان مقنع جدا وحقيقي 100%. والله فعلا ده احنا دلوقتي في الايام الحالية لو في دكتور كبير شوية ومشهور وعايز احجز عنده كشف، ممكن احجز الكشف ده قبلها حرفيا بشهر وممكن اكتر. فانا بقى عايز ادخل على ربنا سبحانه وتعالى وادعي له واشتكي له كده على طول. ده الشيطان كلامه مظبوط. فراح قالوا له طب نعمل ايه؟ دلنا. قال لهم انت تروح عند النصب ده تدعي له هو باسمه، تقول له يا فلان اقضي لي حاجتي، يا فلان قول لربنا انا مش هستحمل عذابه، يمكن ود ولا سواع ولا يغوث دول يرضوا عنك ولا حد فيهم يوافق ان هو يكلم ربك سبحانه وتعالى عليه. يا اخي الواحد مش عارف يقول لك ايه يا اخي يا ابليس، والله شكرا ان انت وضحت لي الصوره. انا مش عارف من غيرك ازاي كنت هتعبد لربنا سبحانه وتعالى. تخيل كنت هغلط وهسجد لله وحده، كنت هتجرأ كده واقول يا رب مش هستأذن من اللي حواليه. يا دي الحوسه، كلام يبان مقنع 100%. لو واحد جديد عهد بالاسلام، لسه مسلم جديد وما وصلتهوش معلومات صحيحه عن الاسلام، واي حد قال له الفكره دي هتبقى مقنعه جدا بالنسبه له. طب اعمل ايه؟ روح شوف هناك كده في آلهة اعبدهم، دول بشر زينا، اطلب حاجتك منهم، ولو دول وهم ميتين كده في التراب لو قبلوا منك اعتبر ان ربك عز وجل قبل. يا اخي شكرا يا اخي، مش عارف من غيرك كنت هأشرك بالله ازاي. كلام مقنع جدا. الحاجه الوحيده اللي تثبت خطأ الكلام ده هو كلام الله عز وجل في كتابه. قال تعالى واعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا ومن يشرك بالله فقد افترى على الله اثما عظيما لا تجعل مع الله الها اخر فتقعد مذموما مخذولا ولا تدع من دون الله ما لا ينفعك ولا يضرك فإن فعلت فإنك إذا من الظالمين. يعني أنت متخيل أكبر فعل موبق وأكبر فعل مهلك في التاريخ بدأ بفكرة، بدأ ببدعة. وده يوصلنا لنقطتين مهمين جدا جدا جدا.